ابراهيم دياز ضيع ركلة الجزاء عمدا. لماذا؟ بأمر من فوزي القجع. يعني فوزي القجع هو اللي أمر؟ القجع تلقى اتصال وأمر علاش اللاعبين تاع السنغال عادوا إلى أرضية الميدان. بالعقل عاود تفهمنا بالعقل حتى باش الجمهور. وليد ركلة الجزاء في الدقيقة 94 منتخب بلادك تعطيها ضيعها بالعنين. يا سامر انت كيفاش الناس كيفاش صدقتوا ولا كيفاش صدق الجمهور في الجزائر ولا في العالم ككل انه المنتخب النيجيري ضيع ركلات الترجيح. يا اخي هضرنا عليها. الله فيك هضرنا عليها. كانت ضربات الفضائح. المنتخب المغربي لو كان عاودوا لولا الفار امام المنتخب التنزاني في الثمن النهائي، المنتخب المغربي ماهوش في النهائي يتقصى امام تنزانيا. رانا معك زين. بارك الله فيك. يعني نعاودوا نولوا نعاودوا نولوا الحدث تاع اليوم. هذا نحوسوا عليه احنا. ابراهيم دياز ضيع ركلة الجزاء عمدا لاسباب سياسيه. يا وليد كيف هذا اخويا؟ راني نقول لك اخي انا عندي معلومات جاتني من جهات موثوقه في المغرب اخي العزيز. جهات سياسيه. كيفاش دراهم كبار وليد تخسرهم في مليارات. يا سامر يا سامر ركلة الجزاء ضيعت عمدا وقصدا من إبراهيم دياز أو غيره بأوامر من فوزي القجع لأسباب سياسية. جاته أوامر وهو اللي قدمها المنتخب المغربي لمسدد ركلة الجزاء باش يضيعها لأسباب سياسية. أنا أتوقف هنا. أنا ما نقدرش نقول لك واش كاين. حب يخسر لا فينال؟ ما حبش يخسر لا فينال. وكيفاش وليد؟ ما حدث فضيحة يا أخي سينقلب عليه. هذه باينة. شوف المغرب خلينا المغرب في موقف ضعف في قارة إفريقيا، يحتاج إلى أصوات، يحتاج الى مسانده. شوف المغرب عقدته الجزائر باش يربحوها. اسمع المغرب يربح اصوات يا سيدي. المغرب يفضل الجانب السياسي ايوه على الجانب الرياضي. توضيح اكثر. المغرب في ورطه حقيقيه في افريقيا الان بعد خسارته للنهائي مربحه كما يقولها الاخر مربحه لا كره لا السياسه. هنا تقدر تقول لي راني معك لكن وليد ايضا في دوامه سياسيه. شوف مع الشعب تاعو هذه الامورات اللي راح تولي بالعكس. انا لو كنت لكن اليوم وليد باش تضيع ركله الجزاء عمدا في الدقيقه الاخيره امام ملعبك وجمهورك وفي بلادك ومن بعد منتخب السنغال يعاود يولي لك. شوف سامر لو كنت مكان الجماهير المغربيه او الشعب المغربي كنت سانتفض دوك نخرج للشارع انتفض ضد هذا النظام. الانتفاضه راح تكون وليد بصح انا نهضروا على الذي صرف الملايير من اجل حق هو اللي امر. جاء تلقى اتصال وامر علاش اللاعبين تاع السنغال عادوا الى ارضيه الميدان. كيفاش صدقتوا ولا كيفاش صدق الجمهور في الجزائر ولا في العالم ككل انه المنتخب النيجيري ضيع ركلات الترجيح. يا اخي هضرنا عليها. الله فيك هضرنا عليها. كانت